يسعد كل أوقاتكم متابعين قناتي قناة وصفات نسرين الوادي. رجعنا لكم بوصفة جديدة، واليوم وصفتنا طعمتها جدا خطيرة لساندويش الفاهيتا. تابعوني لنشوف المقادير والطريقة سوا، بس في البداية بتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك للفيديو، ويلا نبلش. اول شي راح نجيب صدور الدجاج، راح نقطعهم بشكل طولي، راح نبلش نتبلهم. هاي تتبيلة يفضل من قبل بوقت نعملها، ملح وفلفل اسمر وبابريكا وبهار فاهيتا وتوم بودرة، وانا من عندي ضفت شوية بهار ماجي، وهون معلقتين صويا صوص راح اضيف للوصفة، ومعلقتين من زيت الزيتون، وراح اضيف لها كمان عصرة ليمون. راح نقلب التتبيلة مع الدجاج، وبعد هيك راح نتركها منقوعة أقل شي ساعتين زمن. أنا بتركها منقوعة لتاني يوم لحتى تعطيني طعم ألذ ونتيجة أحسن. وبعد هيك راح أحمي مقلاية على النار، راح أحمي الزيت النباتي. لازم يكون معانا الزيت النباتي سخن قبل ما ننزل الدجاج لحتى يحبس مي بداخل الدجاج وما تنزل مية الدجاج معانا على الزيت. استواء الدجاج معانا هون ما راح ياخد وقت لانه الدجاج مقطع صغير معنا. بس يتحمر اول وجه بنقلبه شوي على الوجه الثاني، وبعد هيك بيكون صار جاهز. بنطوله وبنحطه على جنب لحتى نبلش نحط بالخضروات يلي حتكون معانا. انا هون استخدمت بصل مقطع بشكل طولي، وحطيت كمان فليفلة الوان، وراح احط لهم بهارات نفس البهارات يلي استخدمناهم للدجاج. طبعا ممكن تضيفوا فطر، ممكن تضيفوا ذرة، يعني هاي الشغلات الاختيارية حسب الرغبة وحسب الذوق. بعد ما دبلت الخضار معنا راح ارجع اضيف الدجاج لإلها واقلب لحتى يتجانسوا مع بعض، وبعدين راح اضيف جبنة موزاريلا واقلب. وبعد هيك طفيت النار وضفت زيتون شرحات، وهيك بتكون الحشوة صارت جاهزة معنا. بنجيب الخبز بدهنه اما بشوية مايونيز او شوية متومة يلي متوفر عندكم، وبحط الحشوة وبلف السندويش، وبنعمله مثل ما بنعمل ساندويش الشاورما، وهيك بتكون الوصفة صارت جاهزة معنا. جربوها، جد طعمتها جدا شهية، من أذكى تتبيلات اللي ممكن ناكلها للفاهيتا. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني من صالح دعائكم، وبتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وكل عام وانتم بألف خير ورمضان كريم عليكم.